السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور، حاجة كده جميلة جدا بنستخدمها في المناسبات دايما وفي الأعياد. من البسكوتات الحلوة قوي اللي احنا بنحبها وولادنا بيحبوها. هنعمله بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة، وأتمنى أنه يعجبكم. يلا نعمله مع بعض. المقادير: ربع كيلو سكر بودرة، 5 بيضات صغيرين او 4 كبار. الدقيق هنجيب معانا كيلو وزيادة بحيث ان احنا نشوف العجينة. نص كيلو سمنة، فانيليا، كاكاو خام، وبودر وذرة ملح. هنجيب السمنة بتاعتي او الزبدة، هنضربها بالمضرب والهاند بلندر بحرارة طبعا المطبخ لحد ما تدوب معايا كده وتبيض. خلاص هي بقت ناعمة جدا. نضربها كمان شوية، وبعدين هجيب السكر البودرة ونضربهم مع بعض لما الخليط يبقى ناعم جدا. طبعا المقدار ده اختياري براحتك، عايزة تعملي اكتر ضعفي الكمية، عايزة تعملي اقل هتنقصي هتقسمي الكمية براحتك خالص. دايما السكر بيبقى اقل من الزبدة، يعني نص كيلو زبدة عليه ربع كيلو سكر. حطينا البيض وحطينا الفانيليا وهنكمل ضرب. والدقيق بيبقى قد الاتنين. تمام. خلاص العجينة معايا جميلة اهي ما شاء الله عليها. مطلوب، هو ده المطلوب بتاعي. خلاص كده هبتدي بقى انزل بالدقيق. هعاير كده كوباية كوباية لحد ما اشوف العجينة زي ما انا عايزة. ادي كوباية وادي التانية، وهضرب شوية لحد ما اشرب بس الدقيق، وبعدين احط غيره. هحط تاني كمان كوباية. كده انا حطيت 4 كوبايات. 4 كوبايات يعني كيلو. تمام. كوباية 250 جرام. هبتدي بقى اشتغل بايديا عشان الم العجينة. طبعا انا لو هشتغل بقمع او هشتغل بكيس حلواني هخليها بالشكل ده، نفس العجينة دي بالظبط، علشان خاطر تعرف تنزل معايا من القمع. تمام. بس طبعا كده هتزيد وهتبقى فايرة معايا، فانا هزود كمان كوباية دقيق. زودت نصين دقيق، نص ونص، عشان خاطر انا هعملها بمكنة البيتي فور. لو مكنة البيتي فور لازم نزودها كمان كوباية دقيق لحد ما تبقى بالشكل ده. لازم تبقى المكان اللي انا عاجنة فيه نضيف كده، وايديا تكون نضيفة كده، والعجينة تلم وتكون ناعمة بالشكل ده. دي العجينة المطلوبة. هقسمها بقى عشان خاطر احط على الجزء التاني كاكاو. لزوم التزيين بقى ان انا اعمل مثلا دي بشوكولاتة، ودي دي بيضة، ودي بالكاكاو، وهفضل بقى اقلب فيها لحد ما تبقى بالشكل ده. خلاص كده العجينة جاهزة عندي. دي البيضة اهي ناعمة ازاي وجميلة. هشكلها كده عشان خاطر اعرف ادخلها في ماكينة البيتي فور. يلا بينا بقى نشتغل. نحطها في المكنة ونختار الموس اللي انا عايزاه.
واظبط المكنة بتاعتي. تمام كده. اهو بشكل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، نازل جميل ازاي وسلس. ودي الكاكاو لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وده الورد مشكلة الكاكاو ومع بعضه اهو في قلب الوردة. خلاص هنبتدي بقى نزينه. ده عندي مربى وعندي جوز هند وعندي شوكولاتة بيضة وعندي شوكولاتة غامقة. هنبتدي نشكل مع بعض بالمربى والجوز الهند او بالشوكولاتة اهي. طبعا يا جماعة مش عايزة اقول لكم ان هو بيتسوى على درجة حرارة منخفضة خالص، متوسطة يعني حاجة هادية كده. وهفضل بقى اشكل كده لحد ما اخلص الكمية كلها. ودي حاجة حسب ذوقك براحتك خالص، جملي بقى بمربى، جملي بشوكولاتة، جملي براحتك خالص. ده الشكل النهائي اللي انا عملته. ارجو يكون عجبكم النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.